هذه الحلقة بجلوس إحسان مع حليمة تقول إليها: ما يجب أن تفهمي أنني فعلت كل شيء من أجل إنقاذ زواجي، وبقى أن أذهب إلى ساحر لا جعلني الله أتوه. الموقف التالي سيكون كذلك لا سمح الله يا ابنتي، إنه من أكبر الذنوب. هكذا قالت إليها حليمة، ثم قالت: يقول سأتطلق ولا يقول شيئا آخر، والطفل الذي ببطني لا يهمه أيضا. ماذا سأفعل أيها الشيخة؟ ما فعلناه ستلجئي إلى الله، تخدم الله لتحصلي على رغبتك. تعالي إلى هنا وافعلي الصواب ودعي الله. هكذا قالت إلى إحسان. وهناك وفي مشهد آخر، وحيث كان يقف إلهامي: كان اسمك نور أليس كذلك؟ قالت له: نعم يا حضرة الإمام، لقد فرحت لأنك تذكرته. أنا حضرة الإمام سأخذ من وقتك شيء صغير، هل ممكن أن تأتي إلى هنا وتذهبي بسرعة؟ تفضلي وانظري إلى جامعنا، كل من يأتي إلى هنا هو ضيف الله ويقع على عاتقنا، تفضلي رجاء. ثم دخلت نور. جامعنا صغير ولكنه جميل، لا تتواجد هذه الخطوط في كل جامع حقا، وأنا أنشغل بفن الخط. هذا جميل ما شاء الله. حضرة الإمام، لقد أتيت في الواقع لأطلب منك شيئا بسيطا. بالتأكيد كنا قد أخبرناك بهدف مساعدة نساء الحي، نرغب في إنتاج شيء ما، وبالطبع من أجل بيعها نحن بحاجة لمساحة للعرض، نحتاج مساحة كتلك، وأنت قلت لنا أنك سوف تساعدنا. ترى هل فناء الجامع يكون مناسبا؟ بالتأكيد سوف أكون مسرورا للغاية، شكرا جزيلا وسلام، ورضى الله عنك أمي، ستفرح. طاب يومك يا حضرة الإمام، وأنت أيضا. ثم ذهبت نور. وهناك كان يقول عبد الله: القلب يريد أن يعيش الأولاد في سعادة، ولكن الوضع واضح يا سيد عبد الله. أنا لم أرى منك أقل قلة احترام، ولكن منذ زواج ابنتي من ابنك لم تضحك وجوهنا. نقلت إلى المشفى وتعرضت للخيانة وفضحت، ولو يبقى الأمر لي لتتطلق فورا، ولكن للأسف ابنتي عميت عيناها بسبب العشق، وفوق هذا حامل. صدقني إنني حزين جدا. إحسان ابنتنا أيضا تقول ذلك، ولكن ماذا تفعل يا عبد الله من أجلها؟ انظر إلي، أنا من أجل سعادة ابنتي أودعت النقود في عملك، هذا صحيح؟ قال له عبد الله: اطمئن بهذا الخصوص، سندفع كل شيء بزيادة ونعود للنظام القديم. هكذا قررتم إذن؟ ولكن هذا ليس لعب أطفال، أحتاج نقودا، اعطني وانتهي عملي. أنت كنت قد تعرضت لأي ضرر؟ أنا فكرت به أيضا. الضرر حدث لابنتي، تمت خيانتها بينما كانت حامل، وفوق ذلك تطلبون معروف، والله لا يؤاخذني أحد. وفي مشهد آخر، قامت ابتسام بالاتصال على عمر: سلام يا عمر، لقد انتهى عملي مع أمي، وإن أردت يمكننا أن نلتقي في المساء. حسنا، كنت في انتظار خبر منك. سآخذك يا حبي في المساء. لا أقصد. حسنا، هون الله عليك. هكذا قالت. ثم ضحك مروان: ماذا يحدث؟ ماذا يحدث يا بني؟ لا يحدث شيئا. تعرف أن ابتسام تجعلني أندهش في بعض الأحيان. كما تعرف في آخر فترة عشت أشياء عصيبة دعمتني دائما، ونلتقي بين حين وآخر. أخبرتك ليلة البارحة، قلت أنكم تلتقوا، ولم تقل بشكل مستمر. أنا وابتسام صديقان يا بني، نلتقي اليوم ثم لا نلتقي خلال أسبوع، ثم يحدث شيء ونلتقي مجددا. هل أقول شيئا؟ القنبلة التي انفجرت نفعتك يا أبي؟ لا تتكلم وتجعلني أحزن. لو تعرف كم الحكاية لازالت أمامك. وهناك وفي مشهد آخر، وحيث كان يجلس النساء يقول الإمام إلهامي: قال بإمكاننا العمل في فناء الجامع. تهانينا أمي لأفديك، لقد احترقنا، لقد أتينا، حدث شيء سيء للغاية.
هكذا قالت نائلة: ماذا حدث؟ سلام قولا، أين كنتم؟ نحن لقد تناولناه جميعا. ما معنى هذا؟ لم أقربه من فمي طوال حياتي. وتلك الأشياء الجيلاتينية لم آكل منها ولا أطعم أولادي أيضا. لقد أكلناه والله يا أمي العزيزة. المكان الذي تناولنا الشاورما البارحة يستخدم لحم الخنزير. قاموا بتشميع الدكان. ماذا تقول؟ ماذا سنفعل الآن يا أمي؟ هكذا هل سنخرج من الدين أم أننا لم نعد كذلك؟ أنت ساعدنا يا إلهي. ثم قام فاتح بالاتصال على سهى: لا تتصل بي وتزعجني. ما هذه الوقاحة؟ وقاحة؟ إنها ليست وقاحة، إنه عشق. تسبب لي الغثيان حقا. اتصل بي مجددا لنرى هل ستستطيع الوصول إلي. ثم قامت وحضرت رقمه. أخذ يحاول الاتصال علي. حضرتني: أنا والد طفلتك، أنا والدها. لابد وأن تريني ماذا إن حدث شيئا طارئا. وهناك كانت نور تقول: المفتي أيضا قال نفس الشيء. لا يوجد اسم علينا لأننا تناولناه بدون علم. تبا لهم. هكذا قالت حبيبة. في مشهد آخر، وحيث جاء فاتح إلى منزل سهى: لا يعقل ذلك، بل يعقل. افتحي هذا الباب يا سهى. لقد أتيت إلى هنا، اذهب. كيف يعني لن تفتحي؟ هل تفتحين؟ لن أذهب دون رؤية الصغيرة. كلانا نعرف جيدا أن نيتك ليست رؤية الصغيرة يا فاتح. هيا ذهب، سأنتظرك هنا حتى الصباح. عسى خيرا يا فاتح. أنا يا سيدة ابتسام. ماذا يحدث هنا في هذا الوقت من الليل؟ ماذا يحدث يا سهى؟ فاتح جاء لرؤية الصغيرة وأنا لم أسمع الباب. لا يمكنه رؤية الطفل بمجيئه ليلا ونحن كنا منفصلان وربيناكم. متى جاء أبيك بمنتصف الليل إلى الباب؟ نعم سيدة ابتسام، أنت محقة ولا تؤاخذيني. لا أعرف ماذا حددتم. توجد أيام حددتها المحكمة يا فاتح، ولا يمكنك رؤية الطفل بطرق الباب متى أردت. أمي في الأعلى مسنة. القليل من الاحترام رجاء. لا يا روحي، ليست هناك مشكلة. سأرى الصغيرة غدا. لا تؤاخذيني. ذهب فاتح. هل كنت ستخرجين؟ ادخلي يا أمي. لا شيء يا أمي، كما شرحتها المكتوب على جبيني حمقاء. لماذا تتكلمين هكذا يا أمي؟ هذه الطرقات التي تعبرين منها أنا عبرت منها 50 مرة. لماذا يأتي هذا الرجل إلى بابك ليلا ويتوسل إليك؟ لا تكذبي يا سهى. قالت لها: لماذا؟ ما كان هذا الرجل متعلقا بابنته لتلك الدرجة؟ هل كان سيخونك؟ أحاول ألا أقول، ولكنك حمقاء لدرجة أنك لا تفهمي شيئا إلا بينكسر قلبك. لماذا تضغطين علي الآن؟ انظري، ربيتكم بلا كذب، وعندما أنظر داخل أعينكم أكتشف أمركم. إياك يا سهى. حسنا، اهدئي يا أمي. أنا سأخرج الآن، حديثنا لم ينتهي بعد. وهناك كانت تجلس ابتسام هي وعمر. وجدت فتح أمام الباب. ماذا يفعل؟ سهى لا تفتح الباب وهو لا يفارق الباب. تلفت أعصابي حقا في الليل. يا الله، لا يكون الأمر متعلقا بالصغيرة. نحن جميعا لدينا أولاد يا عمر. إنها حجة. أساسا أفعال فاتح هذه الفترة لا تتضح. جن كثيرا ولم أستطع التحدث مع سهى أيضا. برأيي لا تقول الحقيقة لي. ثم أيا هذا كان ما ينقص. ماذا يحدث يا ابتسام؟ لا تسأل. ماذا يحدث؟ ظهر أن جلال الشخص معتوب. قلت لك هذا الرجل هكذا أساسا. قالت له: هل تعرف أنه كان يتنصت على هاتفي؟ كيف يعني التنصت على الهاتف؟ حمل برنامج تجسس على هاتفي يا عمر، يقرأ رسائلي ويستمع لمكالماتي ويتعقبني أينما كنت. هل تصدق ذلك؟ أخذت الهاتف لمتجر الهواتف وعرفت هذا رجل مريض نفسيا كثيرا. لم يعد يستطيع تعقبي لأنني مسحت كل شيء ولا أذهب إلى العمل، ولكنه أصيب بالجنون، يتصل بي بشكل مستمر. ذهبت إلى الشرطة والشرطة لا تستطيع فعل شيء.
انظر يتصل مجددا. هل تجيبين يا ابتسام؟ أرجوك لا تورطنا مع هذا الرجل يا عمر. هل تجيبي لأسمع ماذا يقول الرجل لنعرف همه؟ افتحي مكبر الصوت ربما نحصل على دليل. ثم قامت وأجابت: أين أنت يا ابتسام؟ أتصل ولا تجيبين؟ لست متفرغة، أنا بحال سيء جدا يا ابتسام، بحاجة إليك. أعتقد أنني أتعرض لنوبة هلع. لا يوجد شخص قد أتصل به غيرك أنت. أتوسل إليك أرجوك تعالي. هكذا حسنا، سوف آتي هكذا. ثم أخذ يبتسم برأيي يكذب، بالتأكيد إنه يكذب. سنذهب للرجل سويا يا ابتسام. هل أنت متأكد يا عمر؟ متأكد، سنذهب سويا. هل ممكن أن أرسلك لوحدك إلى جانب رجل معتوه هكذا؟ لا تهزي يا عمر، أقول لك هذا الرجل ليس طبيعيا. هل هذا ممكن؟ لا أستطيع أن أرسلك لوحدك لجانب هكذا معتوه ومختل عقليا لأعرف همه وأتكلم معه، ربما يغلق الموضوع. عمر، رجاء لا تصري، هيا انهضي الآن. هكذا قال إليها ثم اصطحبها. لا تقلقي يا ابتسام، أنا بجانبك. ثم وصلوا إلى منزل ذلك الرجل. جلال فتح الباب. كنت أعرف أنك ستأتين، أهلا وسهلا، تعالي. هكذا قال إليها ثم صدم برؤية عمر خلفها. هل تأتين إلى بيتي مع هذا الرجل؟ هكذا قال إليها جلال. جن جنونه تماما. هل أتيت إلى بيتي مع هذا الرجل يا ابتسام؟ مع هذا الرجل؟ اشرح لنرى ما هو همك. هل أتيت لبيتي مع هذا الرجل؟ أخذ يقول ذلك. هل أتيت؟ أخذ يرددها. كان يتصرف بطريقة غريبة. هذا الشهر العام لقد تعرفنا، صنعت لك الكعكة. أخذ يقول ذلك. بماذا تهزي؟ كعكة أي شيء؟ صنعت لك الكعكة. كان يقول ذلك ثم قال له عمر: ماذا تقول؟ لن أراك بالقرب من ابتسام مجددا. حسنا، إياك. وفي هذه الأثناء هل تأتين مع هذا الرجل إلى بيتي؟ أمسك بالسكين. لا، بل أنت لن تستطيع رؤية ابتسام. ثم قام جلال وطعن عمر. صدمت ابتسام. ماذا فعلت أنت يا هذا؟ ماذا فعلت أنت؟ ثم قالت عمر. أخذت تصرخ. كان عمر يتألم بشدة. عمر، انظر إلي يا عمر. ثم خرج جلال والذي كان شبه مجنون. رجاء تنفس يا عمر، ابقى معي رجاء. أخذت تقول له ذلك ثم وقع على الأرض فاقدا لوعيه. عمر، ابقى معي. ثم حاولت الاتصال على أحد من أجل أن يساعدهم، ولكن كان عمر فقد وعيه. وبكده بتنتهي أحداث الحلقة. يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة.